ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا هصور لكم فيديو عن باكيت تريسر عموما، بما ان اغلبكم طبعا ما اشتغلش عليه قبل كده وما يعرفش حاجه فيه، وممكن البرنامج يبقى شكله غريب بالنسبه له، مش شبه حاجه اشتغل عليها قبل كده. فهحاول بس اقول لكم ايه، حبه حاجات، واغلب الحاجات اللي احنا هنستخدمها عموما في الكورس مش هتخرج بره اطار الحاجات اللي احنا هنستخدمها يعني. تمام. اول حاجه، احنا هنا عندنا الاجهزه اللي بنستخدمها تحت هنا كده. دي الأجهزة اللي في الغالب بنستخدمها، أو الحاجات اللي بنستخدمها عموما في توصيلات الأجهزة اللي هنستخدمها، التوصيلات بتاعتها وكده. تمام. هنا أهو مكتوب إيه، أما تهوفر أو يعني تعمل هوفر على حاجة هنا، بيجيب لك description عنها، يعني مثلا ده أو اسمها يعني ده مثلا network devices. هنا دي الراوترات. أوكي. هنا دي الراوترز أهو. هنا السويتشز. أوكي. الهابس مش عارف ايه، احنا شغلنا مش هيخرج بره عن السويتشز والراوترات عموما يعني. تمام. مش هيبقى اكتر من كده، استحالة يبقى اكتر من كده عموما. او لو زاد هيبقى زاد حاجات بسيطة، مش هيبقى عليها شغل برضه. عندك هنا الاندي ديفايسز، عندك البي سيز. تمام. اللابتوبس، السيرفرز، وفي الغالب برضه مش هنستخدم غير البي سي. تمام. يعني يوم ما نستخدم حاجة قوي تبقى سيرفر، ومش هنعمل عليه مثلا، ما اعتقدش ان هيتعمل عليه شغل برضه، هيبقى يستخدمه مثلا ككومبوننت مثلا زيادة او حاجة زي كده، بس مش اكتر يعني. تمام. هنا دي حاجات مش هنستخدمها في الغالب. تمام. هنا دي الاسلاك. اوكي. الاسلاك اللي هنستخدمها هنا عموما هما تلات 3 اوبشنز هنا يعني. تمام. ده اللي هو الاوتوماتيك، وده سلك الكونسول، ده لو استخدمناه اصلا، وده سلك السيريال. تمام. طب ايه الفرق؟ اولا السلك ده، السلك اللي هو الاوتوماتيك ده ما بتدوس عليه. تمام. بيعمل يعني اوتوماتيك، على اوتوماتيك بيحط لك السلك المناسب بين الجهازين. يعني انت مثلا توصل دلوقتي بي سي اهو بسويتش، فهو حط لك السلك المناسب بين البي سي والسويتش. تمام. تمام. عندنا سلك السيريال. تمام. سلك السيريال ده بيبقى بيتعمل بين الراوترات. تمام. بيتحط بين الراوترات، وهنخش دلوقتي في موضوع الراوترات مثلا هنحط فيها ايه وكده. تمام. المهم، الراوتر اللي غالبا هنستخدمه طول الكورس هيبقى الراوتر ده اللي هو 2911. تمام. اشمعنى بيبقى فيه عدد البورتات اللي في الغالب هحتاجها، يعني العدد الكفاية ليا. تمام. بيبقى انت هنا بيجي لك عدد البورتات، بيتحط فيه موديولرز كتير، غالبا برضو مش هتحتاج اكتر منها، مش هتحتاج اكتر من كده يعني. تمام. ففي الغالب ده بيبقى انسب موديل نستخدمه. ايه الفرق بينهم؟ دي موديلز. تمام. موديلز او فيرجنز او الكلام ده. فبيبقى مثلا بيفرق في عدد البورتات، عدد او نوع الموديولرز اللي ممكن يتحط عليه من ورا، علشان نضيف عليه حاجة زيادة كده، بس مش اكتر. انما كلهم بيبقوا بيأدوا يعتبر نفس الوظيفة يعني. تمام. السويتشات برضو غالبا هنستخدم النوع اللي هو ده، اللي هو ده. اوكي. اللي هو ده انت هتدوس على اول واحد هيجيلك. اوكي. برضو الفرق بينهم بيبقى في الغالب مثلا عدد البورتات او الفيرجنز او كده. تمام. ده اسمه مالتي لاير سويتش. مش مهم تعرفوا دلوقتي، ما اعتقدش ان احنا نشتغل عليه خالص، بس كنبذه سريعه عنه، المالتي لاير سويتش هو بيجمع بين وظائف السويتش والراوتر مع بعض. هتقولي طب ليه مش بنستخدمه دايما؟ برضو الحاجات تانية ايه، ادفانسد شويه، مش مهم دلوقتي تعرفها يعني. تمام. بس ده مالتي لاير سويتش، لو انت تبقى عارفه، ده بيعتبر لاير 2.5، يعني احنا بنعتبره مش لاير 2 ولا لاير 3. تمام. هو بينهم، يعني بيجمع بين المزايا، بين حاجات هنا وحاجات هنا، فايه يعني يعتبر هو بينهم. اوكي. كفايه عليه كده. آه، اعتقد دي كل حاجه هنا. احنا نخش، احنا خلصنا دلوقتي الديفايسز، السويتشز والراوترز والاند ديفايسز اللي في الغالب بنستخدمها زي البي سي. نخش على الاسلاك. تمام. دلوقتي زي ما قلت لك، انت مثلا الراوتر ده، الراوتر اللي هو 2911، ممكن تزود عليه موديولر اللي هو يحط سلك السيريال. تمام. ده الموديولر اللي هو ال 2 تي. ده اللي بتحطه هنا. تمام. بتخليه يزود سلك السيريال. اول حاجه، انت اصلا عشان تزود حاجه على الراوتر لازم تطفيه. تمام. الطبيعي انت ده في الحقيقه، يعني حتى في الحقيقه، يعني ده السيميوليتور بتاع سيسكو باكيت تريسر، هو بيحاكي اجهزه سيسكو. تمام. الاجهزه الحقيقيه فعلا لسيسكو. اوكي. فانت في الطبيعي فعلا لو عندك مثلا جهاز زي ده كده، زي جهاز الراوتر، انت عشان تحط عليه حاجه، تزود عليه حاجه، لازم تطفيه الاول. اوكي. زي عشان تحط عليه موديولر، تطفيه الاول، تحط الموديولر بتاعك. تمام. هيتضاف اهو. بعد كده ايه، تعمل اون. اوكي. اما تيجي تعمل كونفيج على طول، مش هيقولك استنى الجهاز لسه ايه، بيشتغل. تمام. فتستنى ايه شويه. اوكي.
فده موديولر اللي عن طريقه بحط سلك السيريال. يعني ايه؟ يعني دلوقتي اصلا انا لما اخش على الراوتر ده الراوتر التاني اللي انا ما حطيتش عليه حاجه لسه، تمام؟ هو الراوتر لسه ما حطيتش عليه اي حاجه. ايه الاسلاك او البورتات اللي عنده؟ دي الانترفيس دي، يعني البورت، تمام؟ الانترفيس البورت. كل جهاز بيبقى عليه عدد بورتات معين. اوكي، فالانترفيس دي اللي هي البورتات. فالبورتات الموجوده في الراوتر، في مثلا اللي هو 219 دول 3 بورتات، كلهم نوعهم جيجا ايثرنت. تمام؟ يعني ده بورت 0 على 0، 0 على 1، 0 على 2. ده رقم البورت. تمام؟ اللي هو 0 على 1، 0 0 0 2، دي رقم البورت. اوكي، نوعهم جيجا ايثرنت. طب ايه الفرق بين جيجا ايثرنت والسيريال ومش عارف ايه؟ سرعات. السيريال اسرع حاجه، الجيجا ايثرنت اقل منه في السرعه. في حاجه عندنا في السويتش اسمها فاست ايثرنت، تمام؟ ده اقل شويه في السرعه. اوكي، وبرضه السويتش ساعات بيبقى فيه جيجا ايثرنت، تمام؟ فده الفرق. دي انترفيسز او البورتات. الفرق في السرعات بس، مش اكتر. حتى مش مطالب انك تبقى عارف ايه فرق السرعات بالظبط. يعني هي ده مش المحتوى النظري، ده كده كده ده المحتوى العملي يعني. اوكي، فده الايه، الراوتر من غير الموديولر. ده الراوتر لما تحط له موديولر فبيبقى تقدر تحط له السلك السريع. يعني انا حطيت ده دلوقتي للجهاز ده دلوقتي اهو، احط فيه. حطيت له ال 2 تي موديولر اللي بيزود لي سلك السيريال. عامل له اون تاني. الجهاز زمانه بيعمل بوت دلوقتي، تمام؟ هيقول لي استنى الجهاز بيشتغل تاني. الجهاز التاني هتلاقيه خلاص اشتغل اصلا، تمام؟ يعني دخلت على الكونفيج اهو، هلاقيه شغال. اوكي، اقدر اكتب عليه الكونفيجز اللي انا عايزها اهو دلوقتي. بص، ظهر لي ايه؟ بورتين زياده سيريال. ظهر لي بورتين سيريال زياده، اللي هو سلاش 0 سلاش 1 ده. اوكي، دول بورتين سيريال، تمام؟ الجهاز ده في الغالب بيشتغل، هتلاقيه قام. فدلوقتي لو انا عايز اوصل سلك سيريال ما بينهم اهو، اللي هو سيريال 0 على 0، اروح هناك سيريال اهو. كده بتوصل بينهم ايه؟ سلك سيريال. طب لو انا ما كنتش حطيت موديولر السيريال ده، كان اسرع حاجه، اسرع سلك اوصله لو دوست على ده، اسرع سلك هيوصله اللي هو على بورتات الايه، الجيجا ايثرنت. اوكي. في نوع تاني من الاسلاك، اللي هو الكونسول. سلك الكونسول ده انا بوصله بين البي سي والجهاز. دلوقتي منطقي انا لو عندي سويتش، يعني عندي سويتش ده سويتش حقيقي مثلا. اوكي، لو عندي السويتش ده في الشركه، عندي السويتش ده في الاورجنايزيشن بتاعتي، انا مش هخبط، يعني مش هقول له لو سمحت افتح لي التيرمينال بتاعتك يا سويتش عشان اكتب عليك الكونفيجز. اكيد مش هعمل كده. لازم بوصله لازم بكونكت عليه بحاجه، تمام؟ حاجه من اتنين: يا اما ريموت لوجن، يعني بشغل زي مثلا كده، عارف زي ايه؟ عارف زي ابلكيشن اني ديسك، اما تيجي تفتح تقدر تفتح على جهاز صاحبك مثلا او كده، تعمل عليه حاجه لو انت عايز تعمل عليه حاجه صاحبك مش عارف يعملها مثلا. فهي دي بتبقى نفس الفكره، ده الريموت لوجن. يا اما توصله بسلك، يعني تاخد الجهاز بتاعك مثلا، ده اللابتوب بتاعك او الجهاز بتاعك، تروح عند السويتش، تمام؟ في اوضه السيرفرات مثلا، او اوضه الراكات، او المكان اللي فيه الراكه يعني. تحط يعني تبقى واخده معاك، ومعاك سلك الكونسول ده. اوكي، سلك الكونسول ده هاخده هنا اوصله بالبي سي. اوكي، اروح هنا عند الراوتر اهو، هيديني اوبشن ايه؟ كونسول، فاقوم دايس على سلك الكونسول. سلك الكونسول ده بيخليني اقدر ايه؟ اخش على الكونفيج تيرمينال من عندي. طبعا هنا عشان ده سيميوليتر، فالطبيعي ممكن يديك السي ال اي على طول، ان انت تخش على الكونفيج عادي، تكتب الايه، الكونفيجز بتاعتك على طول من اول ما تخش على الجهاز نفسه. انما في الطبيعي طبعا انت مش هتخش على الجهاز تخبط عليه يفتح لك، تمام؟ لا، انت لازم تخش من ايه؟ من جهاز تاني. اوكي، كده احنا شرحنا كل الحاجات اللي في السكشن اللي تحت ده. هنا الجزئية دي بيظهر فيها لو انت عايز تعمل بينج بين جهازين او كده، تعرف يعني تشوف الكونكتيفيتي، هيديك سكسسفول يديك فيلد، تمام؟ تشوف الكونكتيفيتي بين جهازين او اكتر، او بين جهازين اقصد، يعني عايز تبعت مسج بين جهاز والتاني، تمام؟ في عندك سيميوليشن دي بقى بتوريك ازاي رحلة المسج دي بتروح من هنا لهنا والكلام ده يعني. اوكي، عندك في الحتة دي بيديك التايم المفروض شغال تقريبا. احنا عشان دوست على اوكي، ارجع للريل تايم. بيديك ايه؟ ريل تايم فعلا شغال. يعني مثلا بقالي تلت ساعة مثلا فاتح باكيت تريسر. اوكي، تمام. كده احنا خلصنا تقريبا كل السكشنز اللي تحت. الديليت دي بتديليت على طول الهيستوري بتاع البنج اللي هنا، تمام؟ تمام. عندنا بقى فوق هنا في حبة حاجات. دي الايكون دي بدوس عليها بتقدر تسمح لي ان انا امسح حاجة، تمام؟ يعني عايز امسح السويتش ده اهو، اقوم مسح اديني ديليت. اوكي، تمام. ممكن اعمل كنترول زد يرجع لي، اللي هي ممكن تبقى هي عندنا دي الاندو ودي الريدو. اوكي، تمام. لو دوست هنا دي بتديك معلومات. دي مش مهمة برضه، مش هستخدمها في الغالب.
دي بس بتخليك ما تقدرش تدوس على الراوترز، الاوبشن ده ما تدوسش على الاجهزه، بس لو عايز تعمل هوفر علشان ايه تشوف السلك اللي بينهم مثلا، يعني مثلا اهو وصل سلك السيريال. فانا دلوقتي لو عندي الاوبشن ده انا مش هقدر ادوس على الراوترات، مش هقدر اعمل حاجه، بس لو عايز اعرف السلك ده متوصل على بورت ايه هنا وهنا. بص، لما بهوفر هنا على يعني بحط الماوس هنا على السلك اللي بين الجهازين، بيديني السلك ده متوصل في بورت ايه هنا ومتوصل في بورت ايه هنا. تمام. فدي بتبقى عشان تعرف الكونفيجريشن، يعني عشان تبقوا عارفين في الغالب في كونفيجريشن بتتكتب على الراوتر نفسه كجهاز، في كونفيجريشن بيتكتب بشكل مخصوص على الايه، على البورت. تمام. انا عندي هنا بورتات، عندي بورتس هنا. تمام. فكل بورت ببرمجه بطريقه معينه علشان يعمل لي الحاجه اللي انا عايزه يعملها لي، ايا كان الحاجه دي ايه. تمام. من غير ما اخش في تفاصيل كتير يعني. اوكي، في ايه تاني، في ايه تاني؟ عندنا الحاجات دي، دي حاجات كل يعني الاربع ايقونات دي هما نفس الحاجه، ما بدوس عليهم يعني دي هي دي. بص، اما ببدل هنا بتبدل ما بينهم هنا. اوكي. دول بس بستخدمهم علشان ايه؟ علشان مثلا عايز احدد الشبكه بتاعتي او كده. بحدد يعني، دي مش حاجه بتتعمل في الحقيقه، بس ده اللي هو ايه، علشان هنا على البرنامج لو عندي اجهزه كتير والكلام ده، اقدر احدد دول تبع نتورك ايه. لو عندي كذا لاير او مش كذا لاير، ترتيبه بالنسبه لي في عدد السويتشات، فاعرف السويتش ده تبع ايه والسويتش ده تبع ايه والسويتش ده تبع ايه. تمام. حاجات بس تنظيميه يعني عشان تبقى ايه، قادر تفهم الشغل. ايه تاني؟ دي زي نوت بتكتب هنا مثلا، تكتب مثلا عايز تحط تبقى عندك دي نتورك مثلا، فانت تبقى ايه فاهم ان تمام انا عندي نتورك هنا بين دي، عشان تبقى عارف مثلا الاي بي اللي هتحطه هنا ده هيبقى كام، البورت اللي هنا والاي بي اللي هتحطه البورت هنا هيبقى كام. يعني مثلا انت عايز تخش تحط هنا عند السيريال هنا السلاش زيرو، والسلاش زيرو هنا تحط الاي بي مثلا لنتورك اللي هي 200. دي نوت يعني بتكتبها لنفسك بس كايه تذكير ليك يعني، مش اكتر. اوكي. طبعا زي ما شفت انا لو حبيت اعمل سيلكت على حاجه ايه، ممكن اعمل لها اعمل كنترول سي وكنترول في اعمل كوبي، كنترول زد اعمل اندو، او اسلكت عليها وادوس ديليت، الكلام ده كله. تمام. دي ايه؟ دي الحاجه اسمها بي دي يو. تمام. بي دي يو دي بتست بيها غالبا البنج من الاجهزه. تمام. من غير تفاصيل كتير برضو. دي زوم ان زوم اوت. تمام. الحاجات دي كلها ايه هنستخدمها؟ الفايلز لو عايز تعمل اكسبورت سيف از والحاجات دي كلها. تمام. آه، كده فاضل لنا ايه؟ كده احنا شرحنا يعتبر الواجهة. طبعا ده السيميوليتر، ده الأجهزة بشكل يعني بشكل لوجيكال، بشكل فيزيكال بقى تخش هنا اهو. تمام. في العادي انت بتبقاش كده يعني، انا عشان عملت زوم من شوية، انت بص بترجع بيبقى ده شكلها الحقيقي. تمام. تخش هنا تدوس دوسة كده، تدوس دوسة تانية، الدوسة التالتة. بص هنا لو خدت بالك في جهاز هنا متوصل، ده الجهاز الكونسول اللي انا حاطه هنا. اوكي. هو متوصل هنا عشان يبين لك ان ايه، انت بتكونكت على السيرفر انا وعلى الراكه يعني، عن طريق جهاز خارجي. اوكي. حتى في الجهاز هنا اهو باين السلك الكونسول اهو. اوكي. دي الراكه الحقيقيه بقى زي ما انت مثلا شفتها في اللاب بتاع الكليه او كده. هتلاقي الراكه دي او الدولاب اللي بقى، يعني احنا بنقول دولاب تمام، بس اللي هو مش دولاب حقيقي يعني، مش دولاب حرفيا يعني. ده بيبقى مكان مثلا بتحط فيه ايه السويتش بتاعك، الراوترات، الحاجات دي كلها على حسب كل مبنى، على حسب تنظيمة الايه الاورجنايزيشن بتاعتك يعني. تمام. يعني عندك سويتش اهو، الراوتر. تمام. آه كده دي كل حاجة هنا. في بقى ايه موضوع الكوماند لاينز. تمام. نخش بقى على موضوع الايه الكوماند لاينز. اول حاجة السيسكو باكيت تريسر عموما مبني يعني، او الانفايرمنت بتاعته شبه لينكس. تمام. شبه لينكس من ناحيه ايه؟ من ناحيه انت بتكتب كوماند لاينز، انت مش بروجرامنج لانجوج، انت بتكتب كوماندز. تمام. زي في لينكس مثلا انت بتعمل ماك داير كده مثلا، ده انت بتعمل ميك دايركتوري مثلا. تمام. اللي هو تعمل فولدر على لينكس، يعني الدايركتوري او الفولدر. اوكي. انت في لينكس مثلا بتمشي من الكوماندز بتاعتك عشان تتحرك من التيرمينال، يعني بدل ما تستخدم الجي او اي بتستخدم التيرمينال عشان ايه تتحرك جوه الجهاز بتاعك. اوكي. ده بشكل برضو بسيط جدا او سطحي جدا يعني. نفس الكلام هنا. تمام. انت هنا بتكتب كوماند لاينز عن طريقها بتبرمج الجهاز بتاعك، ان الجهاز بتاعك ماشي. انت مثلا خدت نظريا الراوتر جهاز ذكي مش عارف يحدد البيست روت ومش عارف ايه. طب مش هو ما بيعملش كده من نفسه، هو جهاز في الاول وفي الاخر هو حديده. الحديده دي انت اللي بتقول لها تعمل ايه بالظبط. انت بتكتب بناء على الكوماند لاين، تكتب ايه، انا عايزك تعمل كذا وعايزك تعمل كذا وكذا، ده ما تعملوش وده تعمله الكلام ده. تمام. تمام.
دلوقتي طريقة الكتابة عموما برضو عاملة زي لينكس شوية، تمام. وكمان يعني يعني تقدر مع التعود هتلاقيك نفسك سريع قوي فيها. دلوقتي انا عشان لما عاوز اكتب كوماند مثلا في طريقة اللي هو تخليني ايه بشكل مختصر، او اللي هو يعني يعني نبدأ من البداية كده. اول حاجة في حاجة اسمها وضع الانيبل، تمام. enable ده انا بخش عليه الاول عشان اخش على الراوتر، تمام، يعني بشكل برضه سطحي يعني. تمام، انا دخلت كده على الراوتر مثلا، تمام. هنا في الوضع ده انت بس ايه بيبقى في حاجه اسمها شو لاي حاجه تانية بقى، يعني انت الشو ده بعدها بتكتب كوماند تاني بيظهر لك حاجه معينه انت عايز تظهرها، تمام. زي حاجه اسمها شو فيلان سويتش مثلا، ده لا شو فيلان مثلا ايه بريف، تمام. ده لو في فيلانات مثلا او كده، طبعا ده راوتر اصلا، تمام. بس مش دي النقطه، يعني انا بقول لك ايه، انت هنا في على وضع الانيبل ده انت بتشو مثلا الحاجات اللي انت طبقتها بتظهر ازاي، تمام. تمام. عايز اعمل اكزit اهو بكتب اكزit، تمام كده انا خرجت بره الانيبل. عايز اخش الانيبل تاني، ممكن اكتب انيبل كامله، وممكن اكتب اي ان وادوس تاب تكمل، يعني دوست حرف دوست التاب على الجهاز عندي كملت وادوس انتر. وممكن اعمل حاجه تانية، ممكن اصلا يعني ممكن اعمل ايه، مش انا دلوقتي عايز اخش الانيبل، ممكن اكتب اي ان وادوس انتر، دخلت الانيبل عادي، تمام. فدي بتبقى طريقه يعني سهله وسريعه، لان مثلا اي ان مفيش حاجه على الراوتر هو في الوضع ده كده اولها اي ان غير الانيبل، فانت لما بتكتب اي ان وتدوس انتر فيفهم ان انت تقصد انيبل، تمام. دي حاجه برضو في طريقه الكتابه. بعد كده بتخش حاجه اسمها كونفيجر تيرمينال، تمام. ممكن تخشها كده، ده علشان تخش على وضع انك تكتب كوماند لاينز بقى، تكتب حاجات اللي هتبرمج بيها السويتش ده، تمام. في الوضع ده من اول الوضع ده انت بتبدا تبرمج فعلا السويتش، تبدا تقول له اعمل كذا وما تعملش كذا والكلام ده كله، او الراوتر يعني، تمام. انا بقول سويتش او يعني ايا كان في السويتش او الراوتر بتبقى بنفس الطريقه دي، يعني في السويتش بتعمل انيبل كونفيجريشن تيرمينال، في الراوتر برضو بتعمل نفس الكلام ده، تمام. برضو نفس الكلام، انت لو خرجت دلوقتي وكتبت كونف تي، بص لو دوست انتر دخل على وضع الكونفيج برضو اهو، تمام. ليه؟ لان هو برضو زي ما قلت لك هو فاهم ان مفيش اي كوماند شبه ده كده تاني في الوضع ده، يعني في وضع الراوتر ده كده مش شايف ان مفيش اي كوماند تاني شبه ده، فبيبقى فاهم انه يقصد انت تقصد الكونفيجريشن تيرمينال اللي انت عايز تخش عليه، تمام. تمام. تبدا بقى تكتب كوماند لاينز، تمام. اي كوماند لاين عايز تكتبه وتبدا تكتبه هنا، اوكي. احنا بقى ممكن نخش من الجهاز هنا من البي سي بتاعنا، ممكن نخش على التيرمينال اهو. دخلت على الايه، على التيرمينال بتاعت الراوتر، شوف دخلت هنا هي نفس اللي كانت هنا، تمام. نفس اللي لما دوست على الراوتر، بس انا داخل منها عن طريق البي سي، تمام. نفس الكلام برضو نفس الطريقه حرفيا، بكتب اللي انا عايزه كونفيج دي، بخش على وضع الكونفيج، اوكي، تمام. آه مثلا لو دخلت هنا على السويتش، اوكي، على الكونفيج برضو على السي ال اي بقى، انا بخش على السي ال اي مش الكونفيج. الكونفيج هنا بيديني كجي يو اي، بفهم الدنيا هنا لو عايز اعمل حاجه بالجي يو اي على طول بدل ما اخش اكتب ايه كوماند لاينز، تمام. نفس الكلام برضو اي ان كونف تي، نفس الكلام زي ما قلت لك. في حاجه هنا بقى برضو عامله زي في الكوماند لاينز بتاعت لينكس، برضو انت برضو لو عايز تتحرك بحاجه تتحرك بالاسهم، يعني عايز تجيب الكوماند اللي انت كتبته قبل اللي فات، دوس السهم اللي فوق، تمام. انت هنا عشان ما كتبناش حاجه لسه، فتمام. المهم هقول لكم ازاي تتعمل، بس هي بتتحرك بالسهم اللي فوق واللي تحت لو عايز ايه تطلع للايه للكوماند اللي انت كتبته اللي فات واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه وهكذا يعني، تمام. تمام. دلوقتي انا لو عايز اخش على انترفيس معين، يعني مثلا هي انا عندي هنا عارف انها انترفيسز، عندي فاست 0 على 1، فاست ايثرنت 0 على 2 3 مش عارف ايه الكلام ده. عايز اخش مثلا ابرمج بورت معين، تمام. فهعمل ايه، هكتب انترفيس، لو دوست تاب هيكمل انترفيس، طب لو ما دوستش تاب وكتبت انت هيفهم انها انترفيس، تمام. يعني اكتب اف يفهم انها فاست ايثرنت، وبعد كده مثلا اكتب 0 على 0، اوكي. سوري، انت المفروض تكتب، بص انا دلوقتي اهو عملت بالايه بالاسهم، طلعت للي فوقيه، بالسهم اللي تحت نزلت للايه للوضع اللي انا فيه، تمام. المهم انت اف 0 على 0، هو بيدي invalid type number ليه؟ اوكي ده مفيش 0 على 0، سوري انا اتلخبطت، اف 0 على 1، تمام. دخلني ايه، دخلني اف دي اللي هي اختصار الانترفيس، دخلني على الانترفيس دي، تمام. عايز اخرج بره الانترفيس دي هعمل اكزit مش شرط اكتبها كامله، اي اكس مفيش غيرها، اخرج خرجت بره ايه، بره الانترفيس، بقيت على وضع الجلوبال، الوضع الكونفيج، وضع السويتش الكامل، مش انترفيس معينه، ما دخلتش جوه بورت معين برمجه، اوكي،
دي بشكل مختصر كده الحاجات اللي في سيسكو باكيت تريسر، او موجوده حتى في جي ان اس 3. بعض الحاجات من يعني نفس الحاجات دي تقريبا هي في جي ان اس 3 اصلا، بس بما اننا شغالين على سيسكو باكيت تريسر يعني. بس ده كل حاجه هنا تقريبا، كل حاجه هقولها لكم النهارده كانت ايه زي اوفر فيو، او يعني نظره سريعه كده عن الايه، عن سيسكو باكيت تريسر. زي ما قلت لكم وضع هنا، كنت تكتبوا اختصارات، تكتبوا الحاجات دي كلها تمام. بس كده. في حاجة، في نقطة أخيرة. هنا لما بعوز اخد الكونفيجريشن اللي انا عملتها، لو عندي سويتشين مثلا، يعني أنا عندي سويتش تمام، سويتش تاني هعمل عليه نفس الشغل اللي انا عملته هنا. مش منطقي ان الحاجات اللي انا خدت فيها هنا ساعة اخش هنا برضو اعمل نفس الساعة، فابقى ضيعت ساعتين عشان بعمل نفس الحاجة اللي انا عملتها هنا وهنا. فبعمل ايه؟ عندي هنا مثلا خلصت الشغل اللي على الجهاز ده تمام، بقوم عامل اكسبورت. بقدر احفظ الفايل اللي انا اللي انا اشتغلت عليه كتكست تمام، اقدر احفظه هنا. اما احفظه من داونلود، اقدر هنا الجهاز ده جديد اهو، الجهاز ده جديد عايز احط عليه نفس الكونفيجريشن اللي انا حطيته على القديم ده، اقوم عامل ميرج. فميرج هيجيب لي هنا ايه؟ يجيب لي مثلا التكست فايلز اللي عندي من الحاجات اللي انا عملت لها اكسبورت قبل كده تمام. دي برضه عشان لو عايز اسهل عليا. برضه نفس الكلام هنا، هوست نيم لو عايز اغير السويتش ده، مثلا عايز اسميه انه يبقى كور سويتش مثلا، او كور بس، فهي ايه؟ غيرت الهوست نيم. اقدر اغيره ايه؟ يعني الهوست نيم ده اتغير من جوه يعني بص هنا، الكوماند لاين بتاع الهوست نيم كور ده الكوماند بيغير الهوست نيم. لو اكتب هوست نيم كور، يعني لو غيرت هنا، دخلت على السي ال اي، كتبت، عملت هوست كده، هوست نيم مثلا احمد، هيبقى اتغير لاحمد اهو تمام. لو رجعت هنا عند الكونفج هلاقيه اتغير لاحمد تمام. ففي حاجات ممكن تتعمل بالجي او اي وحاجات لا تمام. عايز اغير الديسبلاي نيم بقى نفسه، اللي هو الاسم اللي بيتعرض لي هنا، مثلا اغير من هنا اهو، مثلا عايز اغيره كور اهو تمام. هو المفروض ان هو بيتطبق مش عارف اهو، اتغير هنا تمام، اهو بقى اسمه كور. طبعا هنا اسم الموديل بيبقى ثابت زي ما هو. بس كده. طبعا عايز اسيف المشروع بتاعي، بعمل سيف از الباكت تريسر او الباكج دي تمام. في الغالب بعمل كده يعني، اوكي. تسيبه هنا وتكتب اسم المشروع وبس، يتسيب عندك. عايز تفتحه تاني بتدوس عليه من مكان، في المكان اللي انت سيفته بيتفتح برضه. اوكي. برضه في حاجة تانية هنا، في الاوبشنز بتخش على بريفرنس. آه، آه، بتخش هنا لو عايز تكبر الفونت او تصغره بتاع الكوماند لاين. يعني مثلا عندي هنا بالحجم ده. بص مثلا لو عايز ايه، خش هنا الفونت، السي ال اي، شوف سي ال اي فونت، اقدر اكبره واصغره. يعني 8 هنا مثلا، بس هيبقى صغير قوي. اجي هنا، سوري، انا كنت طفيته. ماشي، اجي هنا بص صغير قوي قوي. مثلا ممكن اعمله كده من هنا برضو. اكبره جدا، ممكن يبقى كبير. فايه، اهو بص كبر، رجع كبر تاني، وهكذا بقى. بس كده. وده الرننج تايم زي ما انا قلت لكم، بس مفيش حاجه تانية تعمل. ساعات الرننج تايم ساعات ممكن ايه، اخليه يجري، اجري الوقت. لو انا في حاجه عندي البورتات عندي مثلا بتحمر وتخضر في وقت معين، بتاخد لها مثلا 30 ثانيه 60 ثانيه الكلام ده. ساعات بمد الوقت فينجز لي، في ايه، البورتات تخضر على طول، اللي هي خلاص تشتغل على طول يعني. وبس كده. ده كل حاجة النهاردة، طولت عليكم شوية، بس اللي هو ايه، ما اعتقدش انتوا هتتعطلوا في حاجة تانية في البرنامج من بعد الفيديو ده يعني. وان شاء الله تبقوا استفدتوا يعني. وان شاء الله لو هبقى احاول انزل لكم برضو المحتوى ككراش كورس يعني النتورك وكده. وبس كده، السلام عليكم.